بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة من شيوات شمس. كنتمنى تكونوا في احسن حال نتوما كتشاهدوا لا فيديو اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حريشات اللي كيجيو رائعين بدون حليب سائل وبدون زبده. كيجيو هشاش كيذوبوا في الفم بطريقه اللي بسيطه، واكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم الا جربتوهم، لان المذاق ديالهم راه غادي تحفر لكم في الذاكره. غتوليو دائما كتقلبوا على هاد البنه ديال الحريشات اللي صراحة كيجيو غزالين، يعني هشاش ومذاقهم زوين زوين بلا قياس. فكنتمنى لا فيديو اليوم تعجبكم. ما تبخلوش ليا باتجاهات ديالكم، نمر مباشرة للمكونات وطريقة التحضير. فبالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا بول كنعملوا فيه حبه واحده من البيض، وهاد الكميه اللي شفتوا معايا في الاول راه هي هذه، يعني حبه واحده من البيض هي باش غنعملوا الحريشات ديالنا. كنعملوا الملح بطبيعه الحال، كنزيدوا فيه شي شويه باش كيبنن لينا اكثر. ساشي ديال الفاني ممكن تعوضوه بساشي ديال الزهر. عندي نص كاس ديال السكر حبيبات اولا سنيده. عندي هنا شويه ديال النافع، هي شويه يعني نص معلقه صغيره ما تكتروش. هو كيجي بنين فيهم، غير تاني ما نكتروش منه لان كنخليوه هكاك حبيبات. كنحاولوا بحال كنفركوه شويه ما بين يدينا، نحكوه باش كيعطي البنه ديالو، كيجي هكا خفيف في الشكل ديالو في وسط منهم. كنحاول نطرب داك البيضه مع هاد السكر مليحه الفاني، وكذلك هاد النافع اولا النافع البلدي انا عملت الرقيق. وكنضيف مباشره نص كاس ديال الزيت نباتي. هنا راه عبرت معكم بالكاس العنبه، يعني نص كاس السكر 80 غرام، نص كاس ديال الزيت كذلك. وكنخلط كل شيء على هذا الشكل هذا هانتوما بهذه الطريقه. مباشره هنا كنزيد حك ديال اليوغورت بنكهه ديال البنان. بالنسبه لليوغورت صراحه جربوهم بالنكهه البنان وردوا عليا، راه كيجيو لذاذ لذاذ بلا قياس، يعني احسن من اليوغورت الفاني. ولا بالنكهه ثاني اللي كنت عملت معكم ديال الكوك، الا كان متوفر عندكم كذلك كيجي زوين. صافي درت هذاك اليوغورت ديال 110 غرام، وكنطرب على هذا الشكل هذا هانتوما بحال هذا الشكل هذا حتى كينسجموا ليا هاد العناصر هذه كامله. مباشره هنا كنضيفوا السميده. بالنسبه للسميد دائما خاص بالحلويات او لا سبيسيال. ضفت الكاس الاول، يعني كنعبروا بالكاس ديال العنبه، والكاس العنبه هنا راه كيوزن 130 غرام ديال السميده. ضفت كذلك معلقه صغيره تكون مملوءه مزيان ديال خميره الحلويات، وكنخلط هاد العناصر باش نكمل الكميه اللي عندي ديال السميد باش يتجمع ليا الخليط. دائما كنراعيو واش السميد ديالكم اللي توفروا عليه واش كيتشرب او لا. انا عندي هاد النوعيه هذه ما كتشربش بالزربه، يعني ما كتشربش سوائل بزاف الا بغينا نقولوا. هنا عملت 2 كيسان ديال العنبه وكنحركو مزيان مزيان. وهنا الا ما كنتوش عارفين النوعيه اللي عندكم، فاش توصلوا لهاد المرحله هذه غطيو الخليط وخليوه يرتاح شويه، حيت كاينه النوعيه اللي كتشرب في هاد المرحله هذه. ملي غادي تخليوه يرتاح غتجيو تلقاو الخليط ديالكم تشرب وتقال، ولا ان ممكن انكم تشكلوه. كاين نوعيه اللي انت كتحركيه وهو تيمتص بكل سرعه، فهذيك ثاني نوعيه اخرى. فالا ما كانتش نوعيه اللي كتشرب فكتحتاجي 2 كيسان ونص. انا راه في المعتاد كنحتاج 2 كيسان ونص ديال السميده. ويعني ولا توفر عندي هذا اللي قلت لكم ما تيتشربش بسرعه، يعني ثقيل، يعني خاصك تخليه مده يرتاح. فكنخليه نعمل 2 كيسان وكنخليوها ترتاح لان فايته عاملاها بيا يعني ضفت كتر من الكميه وجاو ناشفين بلا قياس. فهذا علاش دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تشرب على خاطرها، وغادي نلقاها انها تشربات ولات سهله انني نشكلها. فهنا كما شفتوا من بعد ما خليتها ارتاحت، شوفوا معايا يعني راه كانت خفيفه ولكن راها تشربات صافي. هنا راه ممكن انكم تزيدوا واحد المعلقه ولا 2 ديال الكوك الا كان متوفر، ما كانش هي بطريقه بسيطه كما قلت لكم. صافي هنا مباشره كنجيبوا كميه هكا ديال السميده، نفس نوعيه السميده كنعمل فيها واحد 2 معلقات ديال الكوك، كنحركهم على هذا الشكل هذا. وكنجيبوا صفيحه الفرن ديالنا اللي عملت فيها ورق الطبخ صافي، وكندهن يدي بالزيت وكنبدا نعمل كويرات. بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار كيبقاو على حسب الرغبه. كندوزهم في الخليط ديال السميده والكوك على هذا الشكل هذا. وشوفوا معايا الخليط راهو خفيف، راه الا بقيت هكا تنلعب به بيدي كيسيح شي شويه، فما تعملوش خليط ناشف بزاف لا. صافي على هذا الشكل هذا كنبدا ناخذ دوك الكويرات كنعملهم في السميده والكوك، كنكوروهم هكا وكنحط وحده حتى وحده. والفران راني كنسخنو على 200 درجه فوق وتحت
كيبقى كما قلت لكم على حساب نوعيه الفران. كاين الفران اللي كيسخن بزاف ممكن تنقصوه، كاين الفران اللي ما كيسخنش دغيا فكتخليه. فعلى حساب الفران انت ديالك، كل سيده كتعرف كيفاش تتعامل مع الفران ديالها، مع التجارب اللي كدوز هكا مع الوصفات يعني في الطيب ديالو. صافي هنا كما شفتوا معايا قلت لكم انا هنا الفران راهو كيسخن، حيت خاصو يكون سخون مزيان. صافي ملي كندخلوا هاد الصفيحه هذه للفران كتكون في الصف اولا في الرف الوسطاني، بعيده على الفوق وبعيده على التحت. صافي وكنخليهم يتشققوا ويطيبوا في نفس الوقت. فاش كتبان لي الصفيحه تشققات في الفران كنحاول ندورها هكا في الفران، باش حيت عندي هنا صراحه داك الداخل كيتحمر اكثر من على برا. صافي وكنخليها هكا حتى كتعطيني لون واحد هكا في الحريشات ديالنا اللي كيجيو رائعين. صراحه راه كيجيو زوينين بزاف وهشاش كما شفتوا معايا في الاول. راه هانتوما كتبوطه هذيك الحريشه. اللي ما كيبغيوش مقببين هكا ممكن انكم تضغطوا عليهم شي شويه، ما كاين حتى مشكل. وصراحه راه كيجيو غزالين، غير جربوهم، فنين بزاف وخفاف ودغيا كيوجدوا غير بيضه وحده كما شفتوا وحك ديال اليوغورت. راه كتعطي كميه غزاله، واكيد الا صغرتوهم بحال هذا الشكل هذا راه غيعطيكم كميه مدوبله. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم تعجبكم وتجربوا هاد الحريشات هادو وتردوا عليا دائما في التعاليق ديالكم لهنا يخطيكم. شكرا لكم على حسن المتابعه وعلى تعاليقكم، على تشجيعاتكم ليا، الله يبارك فيكم لهنا يخطيكم. وما بقى لي هنا الا نقول لكم شكرا لكم. الى وصفه مقبله باذن الله. كانت معكم ام شمس، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.